السلام عليكم. ازيكم احلى اخوات؟ النهارده عندنا جولة فيها راحة نفسية، جولة جميلة جدا. المفروض ان احنا كل فترة والتانية يعني نخصص جولة للمكان ده، ناخد اولادنا ونروح المكان جميل فيه راحة نفسية. نعرف اولادنا على التراث الاسلامي العظيم الجميل. احنا هنا في ساحة الامام الحسين رضي الله عنه. شايفين الجمال؟ طبعا في تجديدات والمكان وسع، المكان بقى جميل جدا، ما بقاش زي زمان. يعني بجد مكان بقى في منتهى الروعة. تروحوا كده تحسوا ان انتوا يعني في مكان كده يعني خاص، مش موجود في اي حتة. في حاجات كتير جميلة هناك، في ناس بترسم حنة، في كمان يعني لعب اطفال. في حاجات مش موجودة بره، ممكن تلاقوها في المكان ده بجد والله. كمان في شارع خان خليلي، في كمان الموسكي جنبيكي، يعني في كل حاجة. يعني احنا هنروح هنستفاد منه في كل حاجة. حاجات كتير بتتباع جملة هناك. زي ما انتم شايفين المكان جميل. بصوا تحسوا كده ان في حاجة من المسجد النبوي عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هو مش هيجي زي المكان هناك، بس هنا تحسوا ان في برضه روح. طبعا ده حفيد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. المظلات الموجودة هناك في المسجد النبوي في منها هنا. شايفين الجمال؟ ما شاء الله، يعني مكان جميل جدا، مكان فيه راحة نفسية. بجد بنصحكم ان انتوا كل فترة والتانية كده يعني تحددوا وقت كده. انتوا ممكن ساعتين وهتقضوا مشواركم، هترجعوا هتستفيدوا منه يعني بكل حاجة. هتجيبوا يعني لو محتاجين حاجات هناك في المكان ده. طبعا الموسكي فيه الغورية، فيه يعني أماكن جميلة جدا. وكمان ما تنسوش السياحة، السياحة بقى والناس المرتاحة زي ما بيقولوا. بصوا المكان هنا يعني حاجة ما شاء الله. وفي بقى قهاوي بقى كده، في منهم قهوة الفيشاوي، قهوة دي مشهورة جدا. في طبعا الحاجات تبع السياحة، حاجات جميلة كده. شايفين السياحة والناس المرتاحة؟ يعني متهيألي احنا بتوع مصر ما بنفكرش في الحاجات دي اصلا نشتريها، انما هما بصوا ما اقولكمش يعني السياحة شغالة بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يعني. المهم جولة جميلة جدا هتعجبكم في كل حاجة. ناس بتيجي من سفر بعيد، يعني من داخل مصر، بتيجي من محافظات كتير عشان تيجي تزور المكان. بس والله العظيم مكان جميل جدا. بتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. بحبكم في الله كتير. ما تنسونش بقى في كومنت واشتراك تفعيل الجرس، وكمان اللايك اللي بيرفع الفيديو يا احلى اخوات. وتقولوا لي ايه رأيكم في الاجواء الجميلة دي، الاجواء اللي فيها يعني حاجة كده تمس القلب. المكان الجميل ده والروعة، الروعة اللي احنا فيها في مصر بلدنا. ربنا يحفظها يا رب، ربنا يحفظها يا رب وتفضل دايما كده في امن وامان يا رب. بجد يعني جولة جميلة. بنصحكم ان انتوا تجربوا كده وتيجوا ممكن ساعتين، هتستفادوا منهم بجد والله. بحبكم في الله كتير، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.